السلام عليكم. أنا ربيع إبراهيم من سكنة ماثة بغديدة، خريج كلية فنون جميلة. طبعا بعد ما مخرج لي فكيري بموضوع ثليلي فكرة بأنه تدخل محل قهوة الفريد من نوعه بماثة بغديدة آخر. وطبعا بداية أكيد كان يعني كياوة صعبة اللي خناوة، وبعدين خناوة فيه ناشي يعني مخ متقبلها موضوع، والحمد لله مستمرين بشولة اثوى لنا فراغ يعني كبداية، بعدين مطورا خناوة واكيد القادم افضل. طبعا قبال يومي كشولة بدخل الساعة 9:30 مخشكة كاثن المحل آخر كم مطفن كم ردن فراغه محضر شولي دا مستقبلنا ناشي. طبعا ناشي اللي كاثيلي لنا من ناشي بغديدة، بس ناشي ماشي مأربيل موصل كاثيلي آخر منطقة مكرمش مبارطلة، والحمد لله. من بعد ما مخرج لي خليلي فكرة ببالي بأنه تدخل محل قهوة، ويعني قهوة أنواعه، فبديلي بمشروع، واكيد شكر النشواثي ديكم يعني ديكم مشجعين لي لهذا مندي. طبعا مباثرم هذا ديران انا كين كما منخ مفكيري لا يعني لازم داودني مشروع انا خاص بقاوي. فصراحه يعني قشيلي كلها يعني محلات دي بغديده وكل من دي، فانا تليلي هذه الفكره انه فكره دغديكم منخ فريده من نوعها لا ثوب بغديده. فاقعد دبثخلي كما منخ يعني بدايه صعبه ولا اكيد يعني ناشي متقبله موضوع يعني خناوة كمندي خاطره بغديده، والحمد لله والشكر كيحكم شغله وناشي كناكاتي إلن من بغديده وخارج بغديده. من دي عندي آخر محل قهوة بن كاثيرا يعني من برازيل كماطل مزاخو كمحمصخ له قالقلب معمل أو معمل بكله بن الفرسان وأنا وكيلين بن الفرسان سهل نينو، وقتلي فراغ خنه كماثينيا مأربيل وكالة شكر أوغلو من تركيا، فماثن بضاعة مأربيل ماثينا دا بغديدة. طبعا أخني شباب بهذا أعمار محتاج دعم يعني اي جهه كانت دعم على مود ما يتبادخ مشاريع جديده اخني بنطلطخ مواهب ديت لنخني بنطلطخ يعني ما دي ابن دوذخ ما دي ابن مقدمه دا منطقه. طبعا هذا محل دك متفخخ دا ملتقى دا شباب وملتقى دا ادباء ومثقفين، وانا دي كاثيرا يعني اكيد يعني من كافة الأصناف هنا، يعني كان شباب وكان مثقفين وكان أدباء وكان فنانين وشباب دكاترة. يا أهلا وسهلا نقول. طبعا اخني ايث خرت فكره متعلقه بشولي اهي دي كلا محمص ماثيني انا خاص بقاوي، يعني انا يعني منتجنا دا بغديده او دا مناطق دكينا خرضوانا
واكيد انا مدماثين هذا محمص يعني لك بدي مشاغلنا الخوذي اكيد يعني التيبي يعني الجذب من شباب او دماثين يا شباب دم شغلي مني ودم شغله كلهم بغضوا انا مستفيدين وانا مستفيدين كناشد المنطقه. طبعا هذا مندي دود لنا اخا بغداده بلقت بغداده ضد كمخ فكرة اخوني ولا وبعدين في لك مطارح للي وفكيرا مقاوح اكيد يعني شقل له وقت هل بدينا بهذا شوله. طبعا اتلي يعني صعوبات خناها لنا يعني لنا مخ ضد كمي مخ انا صعوبات دك يعني معاظمنا شغله صعوبات ديت لي اهي نقلي له ونقل يعني مزاخو لاخا نقل مقربي لاخا نقلات انا مو بدنا من داخل الاربيل يعني مخ بضاعه وطلبيه وخمندي ف يعني ان شاء الله بتخازق الحل. طبعا انا ضغطك مع المخ بثخن منقشكا هل بلقجهم بعدين كزاري الغدايا كوني انا الخودي ديك مشاغل ناخو وقدار نباطر غدايا كاثن المحل وقناهينا يومي هر اخذ محل ولتي غير دوكا. أنا دينا فؤاد مواليد 98 ونهويتها وقمتها بألقش. أنا من دون وزرتك عجبوا علي تخيرن والبابي متاع الوحديد ببيثا وبابا هم يعني كرة الطائرة فمن دون وزرتك عجبوا علي دورنا قوم الجال رياضة إيمان تبيشن ربطة فإيمان درويلي ويري برياضة وبقالي هم أنا تبيشن يعني تخبابي ويري كبيرة من 2016 أنا ويري بنادي وأنا لاعبة عادية يعني وبعدين قصة مطويري من جياني ومشريلي بدراسة وبشتري مساعد المدرب وبعدين قصة هم مدرستي كبيرة ويري دورات شقلي شهادة من فئة بي ومن فئة سي من اللجنة الأولمبية. بعدين بشتري مدربة جو دهوك بقاعة حجو ريكاني. بعدين ويري بطولات جو قوة بدنية. أول بطولة ويري قاوح دهوك شقلي مركز الأول وثاني بطولة جو أربيل هم مثالي مركز الأول. ثالث بطولة ممثلي دهوك جو أربيل ومثالي مركز الأول. رابع بطولة منخسي فريقي البطولة أنا وفريقي انخسلن مثلا المركز الأول لكل دهوك واقليم بشكل عام وانا بطله وند عراق واقليم كردستان وبطل ابطال محافظه دهوك بقوه بدنيه. اخر بطولاتي انا ويري اتوالي تقريبا 7 اشهر 6 اشهر انا استعداد بطوله عالميه يريفان ارمينيا كبيره تشيلي بصراحه يعني وكبيره يعني مصاريف واستعداد والتزام فكبيره يعني تشيوالي بس الحمد لله زلي البطوله واللي مثلا رقم قياسي الكل بناسه طني 165 كيلو غرام ومثالي مركز الاول. والبطوله واوا يعني كبيره دول مختلفه يعني مشاركه قاوح من ضمن ان دول ايران اوكرانيا روسيا ارمينيا يعني كبيره دول مختلفه ومنافسه واوا كبيره كويسه وانا الحمد لله مثالي مركز الاول.
رياضة القوة البدنية رياضة كبيرة صعبة له، إنه مو أي براتة إبا تدقورة قاوح، وأنا أول براتة عراقية واللي بتد مثلا عراق خارج ومثيري مركز الأول واللي بتد مع علينا ريشة كله. رياضة قوة بدنية يعني مو لعبة كبيرة تدقوري قاوح، وأي براتة تدقورة قاوح يعني كيبيلها مدرب خاص، كيبيلها مدرب تتاوت خبرة بأسمنتي، لأنه رفع أثقال بالنسبة لبراتة حتى لو برونا يعني كبيرة صعبة، لو إصابات كبيرة اللي توقع تكنيك صح التزام صح. وأخني مجتمع ديا مغلق يعني ملقب لي إنه براتة بلطة وزالة وأسيا يعني كبيرة، يعني كبيرة بخازوتنا إنه قليل إيسن بناسة يعني بأس رياضة. فأنا دائما كنصحن إنه أي براتة عاجب لها رياضة أي نوع برياضات التوية لازم لا مستسلمة أبد ويتوب بيته أمر أنا بس عاجب لي هذا عاجب لي هذا خلك كيزة زالم حلقة جيانح لس رياضة وزالم طورة من جيانح تخاطر تد مطية آي المراحل بكبالة. وأنا يعني بداية ويري الأس رياضة يعني غزيري بصراحة كبيرة مشاكل وكبيرة منافسين وكبيرة ضغوطات اللي وكبيرة محاولة إنه يتون ببيت لبلطان لازالي لا أسيان، بس الحمد لله أنا بابي كبيرة الكلية بخاصي كبيرة كمساعد لي وكمساند لي تخاطر تدمطورا من جياني وتدمطورا من رياضتي أنا بكبلنا، والحمد لله مطلي البطولة عالمية. أنا منافساتي بطولة أرمينيا آخر غزاة واللي بتطلعنا 162 كيلو ونص، أنا واللي بتطلعنا 165 أكثر من كل بناسة، والوزن بين بناسة وبنونك مختلف طبعا، وقوة بين براتا وبرونا همك مختلفة، إنه يعني برونا حتى لو ضعيف بتطلع كبيرة أوزان لأنه قوة وقشمح وهذا، بس براتا لا. أنا بالنسبة للبطولة وانا استعداد 6 شهور مزد لي 11 كيلو الوزني تخاطر توقيبي مسخن يعني اوزان كبيره، فكبيره صعبه لها البطوله يعني ليله بسهوله ايه متى تقاسوا امر انا تنخصم بطوله قوه بدنيه. انا وانا شغلتها كبيره شهادات، اتي شهاده مدربه من فئه سي من اللجنه الاولمبيه ومن فئه بي، وانا شغلتها شهادات اجمل رفعه ديدليفت، واتي شهاده حكم قوه بدنيه. وبالنسبه لاي شهاده حكم قوى بدنيه يعني وانا نزلت اللجنه الاولمبيه وسيلي اساتذه يعني رافض حكام قوى بدنيه كيميائيه المحاضرات تقريبا مستمره اسبوع اكثر، وبالاخير يعني اخني ودلن تطبيق وويرا يعني كانه بطوله وكيميائيا بالاخير شهادات حسب استحقاق. وانا هم كياوندروس زومبا كمدربات الدهور. أنا بالنسبة للرياضة قوة بدنية أبد لك عيفنا يعني أي دوكا أي دولة تتاو إيبي تزالي مشاركة نقو بطولة بزالي دائما، وإن شاء الله دائما بش مطورن من جياني وبش متمرنا ودائما تترين رفعت ريشة ببابي وريشة كابتن تي حاجة ريكاني وريشة أي خادك ساند لي وديك مساعد لي جو كل من دي وكيبا يعني تشكرا بابي وبنشواتي وكابتن حاجة ريكاني لأنه صراحة لا تاوي أنا لكن أمضي في المرحلة أبد.
ويعني انا كمان تد مشجعه بناسا انه اي غذاء بتا وقتا ترشا بجانح انه قتا طاقه قتا قوه مش محكم ساعتها تدورها باي رياضه، يعني ليه يتوبيتها ولا كليا ومتخم لها جوناش ومتخم لها انا ليه بتتفلطن زالي واسيان، لانه انا هم نسب من ديوانوا، انا هم ببابي يعني حق صوايا معقدين لقب لي تتفلطن، بس الحمد لله يعني انه دغزيلي انه افرياضه ليه يعني مندي غلط، ليه بياذا مندي غلط، يعني وطلبا هم من اي بابا ويما دتي بنتي كيف تدوري برياضه لمن عيله، لانه اي مستقبلي بعدين، فيعني دائما كنت مشجعه اي برات تتبقي اي رياضه تزال اورا قاوح، مطوره من جيانح ودرسه كبيره تد مصير ما تكيبها.